يلا نعمل جولة في ايكيا التجمع الخامس ونشوف منتجات بأقل من 100 جنيه. الدورق ده ب59. للعصاير هيبقى شكله حلو قوي وكمان جديد وشيك. في ناس كمان بتستخدمه كفازة على السفرة في العزايم وتحط فيه ورد طبيعي، يبقى شكله شيك جدا على سفرتك. الكاس ده كان جديد عندهم لسه واصل. لو الناس اللي بتحب الكاسات الطويلة، بصراحة أنا بحب الكاسات الصغيرة، بس في ناس عشاق جدا الكاسات الطويلة ديت. بس برضو كان شكله شيك وب79. الصينية ديت ب59. هي استخدام فرد أو فرد، يعني حاجة بسيطة، هي مش عايزة حاجة تقيلة عليها. يعني لو فطار يعني يدوبك طبقين وكوباية الشاي يبقى حاجة كده زي الفل. وده يعتبر كاس عائلي كبير جدا جدا كمشروب، بس ممكن ينفع في الفروت سلطة، هيبقى حلو. بس بأمانة كان تقيل برضو. 79. اللي ب89 ده ده حافظة للطعام وكمان طاجن. يعتبر حلو لان هو بيدخل الفرن وبيستحمل درجة حرارة عالية، وفي نفس الوقت بيتحط في الفريزر وبيتحط في التلاجة. نقدر ان احنا ناخده معانا في اي مكان لو جبنا له القطعة ديت. الغطا ده ب70 جنيه. نقدر ان احنا نحول الطاجن دهوت لآنية حفظ تانية، نقدر ان احنا نستخدمها. ممكن لو فيها اكل ان احنا نحفظها في التلاجة، وكمان لو فيها حاجات نقدر ان احنا ناخدها معانا في اي مكان، في الشغل، في النادي، في السفر. بتتقفل وتكون محكمة الغلق بصراحة. وكمان لو في سوائل ما بتنزلش منها. بيبقى كده الاتنين مع بعض، الطاجن ب89 والغطا ب70. لقيت كمان ده ب79. نقدر ان احنا نحطه في الحافظة اللي احنا شفناها قبل كده، او نقدر ان احنا كمان نحطه في لانش بوكس للاولاد. بيتحط فيه سناكس، بيتحط فيه فاكهة، بيتحط فيه سلطة، بيتحط فيه مكسرات. ممكن برضو حاجات صغيرة ان احنا نحطه فيها وناخدها معانا في اي مكان. الغطا ده كمان بيتحط فيه حاجات صغيرة، نقدر ان احنا نحطه في الحافظة بالشكل ده كده، بحيث ان احنا نفصل الحاجات عن بعضها، وكمان نغطيه وناخده معانا في اي مكان. برضو زي ما قلت في لانش بوكس الاولاد في المدرسة. لقيت منها برضو التلات قطع ب89. ده كده شكل التلات قطع. فيهم واحدة اكبر شوية عن الاولانية. ده كده شكلهم. برضو الغطا ده بيستخدم، وبيستخدم من تحت علبة. المج ده كان لسه برضو واصل جديد عندهم ب69. لون الاسود بصراحة انا بحبه قوي في المجات، بيدي كده شياكة. دايما الاسود ملك الالوان. كان جميل. برطمان التوابل دولت ب99، اللي هم 4. على ما اعتقد ان هو سعره زاد عن الاول، بس مع زيادة الاسعار يعتبر يعني هو بيحفظ التوابل حلو. بيخليها بمدة طويلة، ريحتها كويسة وما بتبصش بسرعة. تقدري تحطيه كده او تقدري توقفيه عادي في اي مكان في الدرج، او كمان في التقفيلة عندك. البرطمان ده لذيذ جدا، وخاصة في المخللات. لعشاق المخلل تقدر ان انت توقفيه كده او تحركيه بالشكل ده كده، بحيث ان انت يبقى سهل ان انت تطلعي منه الحاجات من قريب، وكمان عشان تحركي المية فيه باستمرار. ودي كده كانت جولتنا في ايكيا، وسلام.